45 مليون كيلومتر قطع عداد حافلات شركة النقل المغربية ساتيام خلال السنة التي ودعناها، أي بمعدل بلغ 3.3 مليون زبون فضلوا السفر على متن حافلات هذه الشركة خلال العام الماضي، لتحقق من خلاله رقم معاملات بلغ 464 مليون درهم، أي بارتفاع مهم بلغ 5.5% مقارنة مع سنة 2014. جاء الإعلان عن هذه الإحصائيات والنتائج خلال ندوة صحفية عقدتها الشركة ترأسها مديرها العام الزبير الرحميني وأعضاء مجلس إدارة ساتيام بحضور جمع من ممثلي وسائل الإعلام الوطني. شركة نقل المغرب حققت نتائج جد مرضية، يعني في واحد السياق اللي هو ماشي سهل. الحمد لله هذه النتائج يعني جات كتبين على الحمد لله القدرات ديال الشركة والمستوى العالي ديال الخدمات اللي كتقدم للزبناء ديالها. فكيف تبعتوا معنا رقم معاملات ديال المجموعه يعني تقدم ب 5.5% والمنتوج الصافي ب 32.8%. فالحمد لله هذا الشيء كيبين على الصحه ديال الشركه، الصحه الجيده ديال الشركه، وهذا الشيء كيزيد يدفعنا باش نزيدوا في الاستثمارات ونزيدوا في الانجازات ان شاء الله، باش نوفروا للزبناء ديالنا والمغرب نعطيو شركه اللي تكون في المستوى ديال الانتظارات ديال الزبناء ديالنا، ونعطيو شركه اللي كتوفر يعني خدمات اللي تكون كتعطي الراحه وتعطي السلامه لكل المواطنين ان شاء الله. أرقام ومشاريع واستثمارات مهمة أقدمت عليها ساتيام خلال السنة التي ودعناها تندرج في سياق سياسة الشركة، والتي تهدف إلى توفير أسطول نقل عصري يستجيب لكل معايير الراحة والسلامة من أجل إرضاء الزبناء. فماذا أعدت إدارة الشركة من مشاريع للسنة الحالية، وما هي توقعاتها لحصيلة سنة 2016؟ بالنسبه للافاق ديال 2016 دونك كيف شفتوا دونك الشركه راها ماشيه في نفس الاطار. استثمارات جد مهمه بالنسبه لتجديد الاسطول ديالها، استثمارات مهمه كذلك في تحسين بنيه الاستقبال اللي كتشكل واحد الحلقه مهمه في التجربه ديال السفر ككل. والشركه عندها مشاريع اخرى اللي ان شاء الله ماشي يعني تقدمها للجمهور في الوقت المناسب. الاستثمارات اللي ترصدات بالنسبه السنة ديال 2016 تقريبا كتقارب 130 مليون ديال الدرهم. وبهذه النتائج الإيجابية التي حققتها شركة النقل المغربية ساتيام، تكون هذه الشركة التي رأت النور مطلع القرن الماضي قد عززت مكانتها داخل سوق النقل المغربي كرائدة في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال حرصها على توفير كل الوسائل والأدوات الكفيلة بضمان جودة الخدمات والسهر على راحة الزبناء.